أهم 3 أخطاء لازم تتفاداهم باش تحافظ على شعرك. الخطأ الأول ومفيش حد يخطر على باله هو استعمال المَيّة الغير صالحة للغسل. كيف مَيّة غير صالحة للغسل؟ أغلب مياه الآبار التي هي موجودة في المنازل يكون فيها الكلس، وهذا يضر في الشعر وحتى في البشرة والجلد بصفة عامة. وتاني خطأ استعمال شامبوات للشعر تجارية ومش حاجة طبيعية ناتشورال. لازم باش تحافظ على شعرك أثناء غسله تستخدم شامبو طبيعي زي شامبوات إليتير طبيعية 100%، أو أي شامبو طبيعي أنت تكون متأكد إنه هو طبيعي 100% مش تجاري يعني. وثالث خطأ استعمال الششوار على درجات حرارة عالية ويكون قريب، وهذا أغلب اللي يسبب في الصلع الإجباري والوراثي. لازم إنك أنت لما تستخدم الشوار يكون بعيد على شعرك أقل شيء 30 سنتي، ودرجة حرارة من متوسطة إلى منخفضة. وهيك كان شعري قبل الزراعة وبعد الزراعة زي ما تشوفوا، ربي يبارك. لأي حد مهتم بالزراعة هذا الرابط يرفعك لاستشارة مجانية. حجز استشارة مجانية مع أحد دكاترة إليتيل المختصين بزراعة الشعر. وهيك أنا يكون قلت لك